السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاكم الدكتور محمود خميس، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وعضو الزمالة المصرية لجراحات الرأس والرقبة. كتير من الأمهات بيجولنا العيادة وبيبقى في بعض نبرة القلق في كلامهم إن ابنهم بيشخر وبقه مفتوح وهو نايم، وملاحظين الفترة اللي فاتت بدأ يشكي بودانه وإن السمع بدأ يتأثر مش زي الأول، وهم شاكين بالبلدي كده إن ابنهم عنده لحمية. بيسألوا بالظبط كده: يا دكتور محمود، هو ابني عنده لحمية ولا لأ؟ ومحتاج يشيلها ولا لأ؟ ولو مش هيشيلها هل في علاج بيوديها ولا ممكن تضره بعد كده؟ ولو هيشيلها لازم يشيلها دلوقتي ولا ممكن نصبر عليه شوية؟ فأسئلة كتير تخص موضوع اللحمية عند الأطفال. في الفيديو ده هنتكلم عن كل حاجة تخص اللحمية ببساطة إن شاء الله، وإن شاء الله توصل المعلومة سهلة جدا لكل ولي أمر أو كل أم مسؤولة عن طفل عندها بعض القلق وكده. فهنوضح النهاردة في الفيديو ده إن شاء الله كل اللي يخص اللحمية. ببساطة جدا، اللحمية بتاع الأطفال دي عبارة عن غدد لمفاوية، نسيج لمفاوي موجود خلف الأنف في حاجة اسمها البلعوم الأنفي. موجودة هي الفتحتين بتوع الأنف دول، الأنف من ورا في فتحتين تانيين كده، دول بيبقى موجود فيها النسيج الليمفاوي اللي هي الغدد الليمفاوية دي، زيها زي النسيج بالظبط بتاع اللوز. يعني الطفل بيتولد موجود عنده النسيج ده. لا قدر الله لو النسيج ده احيانا مش موجود عند الاطفال ده، احنا بنشك انهم عندهم مشاكل مناعيه. يعني الطبيعي ان هي يبقى موجود، ما بيبقاش متضخم لكن موجود، مولود بالطفل. لكن لو مش موجود خالص نسيج نهائي لمفاوي في الخلف ده بنشك ان الطفل ده عنده مشاكل مناعيه او نقص مناعه. اللحميه بتاع الاطفال دي بتبدا تتضخم بالذات في الفترة اللي هي أول سنتين أو 3 سنين عند الأطفال. اللحمية دي لها دور جامد جدا في موضوع الوقاية والمناعة، زيها زي اللوز، خط دفاع أول. لما بيحصل عدوى أو التهاب بيبدأ تتضخم في الفترة دي. بالتضخم بتاعها بيزيد في فترة اللي هي زي ما قلنا من سنتين ل3 سنين. عند سن 5 سنين ل7 سنين بيبدأ التضخم ده يقل، اللي هو سن المدرسة. لما يبدأ الطفل يخش المدرسة تبدأ التضخم ده يقل تاني. عند سن 10 ل 12 سنة بيكون حصل ضمور للغشاء الليمفاوي أو النسيج الليمفاوي اللي موجود ده. هل اللحمية عند كل الناس بيحصل معاها الكلام ده؟ لا، للأسف. في بعض الناس بيفضل معاهم اللحمية متضخمة لسن كبير. طيب، ببساطة كده ايه هو أسباب ان يحصل تضخم في اللحمية؟ اللحمية دي عبارة عن خط دفاع، جزء من المناعة. يعني انت لما يتعرض الطفل لحاجة زي التهاب او عدوى فيروسية او بكتيرية، او يتعرض لمثيرات الحساسية زي الدخان، التراب، الحاجات دي ممكن يحصل التهاب فيها وتتضخم. وبالتالي دي احد اشهر اسباب ان هي يحصل فيها عدوى او حساسية او التهاب بكتيري او فيروسي او رد فعل الجسم للمناعة، فبيحصل فيها تضخم. طيب، ايه بعد كده؟ ايه اللي بيحصل بعد ما يحصل تضخم في اللحمية؟ مبدئيا هو لو حصل تضخم للحمية وبدأت تزيد ويحصل مشكلة، اول حاجة بيحصل انسداد في الانف، فيبدأ الطفل يتنفس من بقه. في اغلب الوقت تلاقي الطفل فاتح فمه، ولما يعمل مجهود تحس انه بينهج مش زي الطبيعي. لما يجي ينام بالليل بيشخر، واحيانا بيفتح بقه بيتنفس من بقه وهو نايم. لو الموضوع طول معاه والانسداد زاد معاه، يبدأ وهو نايم المخ ثاني اكسيد الكربون يتجمع والاكسجين يقل، فيبدا يصحيه فيقوم على فزعه وهو نايم، اللي هو ابنيه. الابنيه دي علامه من علامات الخطوره جدا، ان الطفل وصل لمرحله لازم التدخل السريع او الفوري لعلاج اللحميه. طيب، مع تكرار التهاب اللحميه ده بالانف يبدا يحصل التهابات في الاذن الوسطى. انتوا عارفين ان الانف دي موصله بالاذن الوسطى عن طريق قناه ستاكيوس ما بين الانف والاذن الوسطى. فوجود حاجه زي اللحميه بالقرب من فتحه قناه ستاكيوس في الانف، يبدا يحصل الميكروب يوصل للاذن الوسطى يعمل التهابات في الاذن الوسطى. التهابات الاذن الوسطى المتكرره ده عند الاطفال تبدا تعمل حاجه اسمها ارتشاح ميه ورا الطبله. ارتشاح ميه ورا الطبله ده ممكن ياثر على السمع بعد كده، ويبدا يحصل في مشاكل في توصيل الصوت عند الطفل، وبالتالي الطفل تلاحظ ان سمعه بدأ يقل. وبالتالي لو قعدنا فترة طويلة سنة او اكتر ممكن يبدأ الطفل ده متأخر في الكلام عن اي طفل في سنه. كمان ممكن التهابات الاذن الوسطى دي تعمل مشاكل في الطبلة او يحصل خرم او ثقب في الطبلة، ودايما ودنه تجيب افرازات وكده. كمان ممكن نلاقي الانف بتاع الطفل بتبدأ تنزل رشح باستمرار، صيف شتاء، طول الشتاء او الصيف مناخيره بتنزل افرازات.
الافرازات دي ممكن تكون ميه لو هي عباره عن حساسيه بس، وممكن يكون الافرازات دي عباره عن مخاط لونه اصفر او اخضر، وده اللي بيحصل لما بيحصل عدوى التهاب في الانف، او ممكن الالتهاب يوصل للجيوب الانفيه. ممكن مع الطفل لما يقعد فتره طويله يتنفس من بقه خاصه وهو نايم، بتبدا الاسنان بتبرز لقدام شويه، ويبدا الدعامه للشفايف، الشفايف دي نفسها عامله دعامه للطفل وهو نايم وطول ما قافل بقه. طيب هو نايم بتبدا ترجع بقى الشفايف دي فاتح بقه، فتبدا الشفه العلوى دي تطلع لفوق شويه، فالاسنان يحصل فيها بروز. البروز ده طبعا بعد فتره لو الطفل فضل بالشكل ده بنضطر للاسف ان احنا بنحوله لدكتور اسنان يعمل له حاجه اسمها تقويم اسنان. فمشاكل اللحميه عموما مش خير بس، مشاكلها كتيره جدا. يعني احنا لو قلنا اول حاجه انسداد في الانف، تاني حاجه التهاب مزمن في الانف، افرازات نازله صيف شتاء سواء ميه او مخاط او الكلام ده، تالت حاجه التهابات في الاذن الوسطى، رابع حاجه ضعف في السمع، خامس حاجه ان السمع بدا يتاخر فبدا يتاخر في الكلام، سادس حاجه مشاكل النوم او الشخير او فتحه الفم اللي هي الابنيا، بعد كده وقف التنفس، سادس حاجه ممكن يحصل خنف. طبعا اللحميه من اشهر الحاجات اللي بتعمل خنف في الاطفال. طيب في دراسات معموله مرتبطه بتربط نقص فيتامين د عند الاطفال اللي بيحصل عندهم تضخم في اللحميه، ان دايما الاطفال اللي بيحصل معاهم تضخم في اللحميه في السن الصغير جدا، لان احنا نادرا في الاقل من سنتين بيحصل مشاكل في اللحميه. فقالت الدراسات دي ان دايما تضخم اللحميه مرتبط بالاطفال اللي عندهم نقص فيتامين دي، وده لان فيتامين دي ده هو خط برضه مهم جدا جدا للمناعه، فبالتالي لو قل يبدا العدوى كتير، والعدوى الكتير ده هتبدا تكرارها يسبب تضخم في اللحميه. طيب امتى نفكر نعمل اللحميه وامتى نسيب اللحميه خالص؟ اللحميه دي مبدئيا احنا بنشخصها بحاجه اسمها الاكس راي، اشعه جانبي على البلعوم الانفي، او بالمنظار بالانف لو الطفل متعاون ممكن الدكتور يبص على بالمنظار، بيخش عن طريق الانف كده ويبص يشوف اللحميه عامله مشكله ولا لا. اللحميات ده احنا مقسمينها يعني في كذا تقسيمه ليها، انا بقول ببساطه عشان انا ما بتكلمش باسلوب علمي لطلبه او كده، انا بتكلم لاهل العيان. يعني ممكن نقسمها 4 درجات. الدرجة الرابعة بتتشال مباشرة بغض النظر عن هي عاملة مشكلة ولا لا. الدرجة الأولى غالبا ما بتحتاجش تتشال. الدرجة الثانية والثالثة ده بيبقى قافلة مجرى التنفس أكتر من 50 ل 75%، فدول لما بيكون في مشاكل بنضطر نشيلها. طيب يعني أنا لو عندي لحمية الطفل عنده بيجي فترات في السنة ويبدأ يشخر، وفترات اغلب السنه مفيش مشكله عنده، يعني لما يجيله برد او كده بلاحظ ان هو يبدا يشخر وبقه مفتوح وكده، لما بياخد علاج ويرتاح وبعد فتره بيرجع لطبيعته تاني، بينام طبيعي وبقه مقفول مفيش مشكله. اللحميه اللي زي دي مادام هي على فترات وكده ممكن نصبر على الطفل، خاصه لو الطفل اقل من 3 سنين، يعني ما نستعجلش عليه في عمل اللحم. طيب امتى نستعجل على الطفل اللي هو اقل من 3 سنين ده وبيجيله مشاكل في النوم او الكلام ده او مضطر اعمل له اللحميه؟ الطفل اللي هو بيبقى نايم وبقه مفتوح ويقوم على فزعه بالليل كذا مره، اللي هو نفسه يقف وينام، يكمل نوم يشخر ويفتح بقه ويصحى تاني على كده. الفزعه اللي هي الابنيه دي علامه من علامات الخطوره، فدي لو الطفل بيصحى على الكلام ده واقل من 3 سنين ممكن نتدخل ويعمل لحميه. طيب الافضل ان هي نعمل لحميه لوحدها ولا اللوز؟ والله لو الطفل سنه كمل 3 سنين ممكن نشيل اللحميه ونشيل اللوز مع بعض لو هي اللوز محتاجه تتشال، لكن احنا ممكن نعمل اللحميه لوحدها واللوز لوحدها وممكن نشيل الاثنين مع بعض. فالافضل لو هما الاثنين محتاجين يتشالوا والطفل كمل 3 سنين فما فوق يتشالوا الاثنين مع بعض. طيب في علاج ممكن يودي اللحميه؟ هي اللحميه ما بتروحش، لكن هي لو في علاج زي لو في التهاب كتير في الجسم، المخاط نازل اخضر واصفر، ممكن ندي مضادات حيويه او كده مع غسيل والحاجات دي الدنيا تبقى كويسه. ممكن لو الطفل عنده حساسيه مزمنه في الانف ومناخيره دايما نازله وكده ممكن مع علاج الحساسيه والبخاخات تلاقي الدنيا بقت كويسه. تمام. فموضوع التقييم ان انا كأم او كده ما اخدش موضوع اللحميه بموضوع ببساطه، يعني بالبلدي ان انا اقول لا ده هو اللحميه انا خايف اشيلها الطفل يخنف، انا خايف يعمل عمليه، انا خايف نتاثر على الكلام. لا، الموضوع ده بيحتاج تقييم اكتر من دكتور الانف واذن. يعني انا عندي طفل فيه مشكله مستديمه ده لازم اراجع فورا لدكتور الانف واذن والحنجره، لكن لو على فترات زي اي طفل في الطبيعي بس بيزيد الاعراض شويه وقت التعب وبعد كده بيرجع لطبيعته اللي هو النوم الهادي
كويس، مفيش شخير، مفيش بقه مفتوح، الكلام ده، فالدنيا تبقى تمام. انا بفضل دايما الاطفال اللي هم عندهم لحميه حجمها كبير او دايما قعد فتره والده يقول لك دايما اكتر من سنه او سنتين دايما في مشاكل في اللحميه او الكلام ده، اننا نعمل حاجه اسمها فحص مقياس ضغط اذن عشان نشوف نسبه الميه عند الطفل ده قد ايه. لان احيانا بنفاجئ ان الطفل ده عنده حاجه اسمها ارتشاح ميه ورا الطبله. ارتشاح ميه ورا طبله الاذن ده بنلاحظ ان الطفل بدا يتاخر في الكلام شويه، ولما تيجي تنادي عليه من اول مره يقول لك ها، واحيانا تقول بيطنش. طيب ايه فايده ان انا اعمل مقياس ضغط اذن؟ لو انا الطفل ده طلع عنده ميه وهو كده كده هيعمل لحميه او لحميه ولوز مع بعض. طيب هو عنده ميه، الميه ورا الودن دي علاجها ايه؟ هي الطبلتين اهم وفي ميه وراهم الاثنين. علاجها ان انا المفروض بفتح في جدار الطبله ده بالمنظار وبشفط الميه اللي هي الافرازات اللي موجوده ورا الطبله، والمفروض ان انا لو محتاج حاجه اسمها انابيب تهويه بحطها في الودن، وانابيب التهويه دي بعد 6 شهور بتقع. طيب انا اي طفل هيجي من بره يجي يكشف عندي في العياده عنده لوز ولحميه ولقيت ميه دخله العمليات، اللي احنا بنعمله مع المريض ان احنا دايما بندي فرصه للمريض ده انه ياخد علاج ومتابعه 3 شهور ما دام في ميه ورا طبله ودنه وهو كده كده هيعمل لوز او اللحميه. ما ببداش باللوز واللحميه مباشره، انا بنتظر بديله علاج الاول واشوف موضوع الميه ده هتستجيب معايا في العلاج ولا لا. وخلال المتابعه بعد 3 شهور انا عملت مقياس ضغط في الاول لقيت في ميه، وبعد كده عدته لقيت الميه اتحسنت. ما دام الميه اتحسنت اخش اعمل بس اللوز او اللحميه او الاثنين مع بعض. طيب لو الميه لسه موجوده يبقى انا كمان ما دام هعمل لوز ولحميه يبقى في نفس العمليه اعالج له الميه اللي هي موجوده، يبقى انا اعمل له لوز ولحميه وحاجه اسمها زرع انابيب تهويه في الاذن. طيب لازم احط الانابيب؟ مش لازم نحط الانابيب. في بعض الدكاتره حديثا دلوقتي بيتفادوا موضوع الانابيب في الودن عشان ممكن الانابيب بعد فتره ما تقعش ويفضل خرم في الطبله او تعمل مشكله، ففي بعض الدكاتره بيفتح بس ويشفط ومعتمد على ان اللوز واللحميه كبيره بتاع الطفل، فما دام شلناها ان شاء الله الطفل مش هيرجع موضوع الميه دي تاني. طيب هل اللحميه بترجع؟ والله دايما اللحميه لما بتتعمل سن بدري جدا جدا من المتوقع نسبه قليله جدا ممكن ترجع فيهم، خاصه السن اللي هو تحت 3 سنين، لكن في الغالب اللي هو فوق ال3 سنين نادرا ما بترجع. بتتشال ازاي عمليه اللحميه؟ اللحميه ديت مع اللوز بتتشال بكذا طريقه. هي المفروض ان احنا زمان كان بيكحتوها بالجراحه بالمكحته، حاليا ممكن تتشال بجهاز اسمه الكوبليشن، الكي الحراري، الشفط الحراري، الكلام ده كله. الموضوع سهل وفي تكنولوجيا جديده جدا ان احنا ممكن تخش بالمنظار ويبقى شايف كل حاجه في اللحميه وبتشيلها. فهي الموضوع بسيط ان شاء الله. بالنسبه لموضوع العمليه، الطفل بيعمل العمليه وفي نفس اليوم بيروح البيت، بعد ساعتين ولا حاجه لما بيفوق بيبدا ياكل حاجات متلجه، ايس كريم، دولسي، زبادي، زبادو، اي حاجات متلجه لمده 48 ساعه يفضل. وبعدها بيبدا ياكل حاجات طريه وسهله البلع زي شوربه الخضار ولسان العصفور والحاجات دي كلها، خاصه لو عامل اللوز واللحميه مع بعض. وبيمشي على النظام ده لمده اسبوعين بتوع العمليه. ويفضل الاكل كل ساعه او كل ساعتين عشان غيره على الجرح بالبلدي، يعني لان كل ما بياكل بيبلع، وكل ما بيبلع العضلات بتضخ الدم للجرح فيبدا الجرح يقفل ويلم، وده بيقلل الوجع كمان وبيخلي الدنيا تبقى تمام مع الطفل او المريض في السن ده. وفي نفس اليوم بيروح البيت لان هي عمليه تعتبر من عمليات اليوم الواحد. طيب خلاصه الكلام ده كله ان انت لو عندك طفل فيه مشكله في نومه زي الشخير او فتحه الفم او يقوم على فزعه بالليل، او ملاحظه ان انتباهه بدا يقل ودايما تحس ان هو مش مركز وبقه مفتوح بيتنفس من بقه حتى هو صاحي، او ان الطفل ده بدا يحصل معاه مشاكل في الكلام زي الخنف، او مشاكل تانية زي افرازات نازله دايما صيف شتاء من الانف الطفل وريحه النفس متغيره والكلام ده كله، او في شرقه بالليل خاصه الافرازات بترجع لورا اللي هي الخلفيه، لازم تراجع الدكتور انف واذن فورا يقيم الامور. لو عندك اي استفسار يخص مجال الانف واذن والحنجره عموما، او يخص الطفل بالنسبه للحميه او اللوز او الكلام ده، او عندك اشعه لابنك وعاوزه تطمني تشوفي الدنيا ايه، يا ريت تسيبها لي في تعليق تحت في الفيديو وانا هرد عليه. ما تنسوش تشيروا الفيديو وتعملوا لايك للقناه. لا تنسى تعمل لايك وتشترك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.